تخيل تقع وتتكسر والدكتور بدل ما يركب لك شرايح ومسامير يحط لك لاصق ويقول لك استنى 3 دقايق بس وهتبقى كويس. وده مش فيلم خيال علمي، ده اختراع حقيقي اسمه بوين زيرو 2 جاي من الصين. علماء من مقاطعة شيكيان قدروا يطوروا مادة لاصقة مستوحاة من الطريقة اللي المحار بيمسك بيها في الصخور تحت المية. اللاصق ده بيقدر يثبت العظم حتى لو في دم أو سوائل، وفي 3 دقايق بس بيبقى ماسك الكسر بقوة تقارب الحديد. والأغرب إن الجسم بيمتصه لوحده بعد فترة، يعني مفيش مسامير ولا عمليات إزالة ولا تعب زيادة. التجارب الأولية على حوالي 150 مريض نتائجها كانت مبشرة جدا، بس العلماء نفسهم قالوا لسه محتاجين تجارب أكتر عشان يتأكدوا من الأمان على المدى الطويل، لأن لحد دلوقتي مفيش ورقة علمية منشورة رسميا تثبت كل التفاصيل. يعني ممكن نكون بنشهد بداية ثورة في جراحة العظام، بس برضه لازم نستنى ونشوف هل لثة العظم ده فعلا هينقذ الناس ولا مجرد تجربة لسه محدش عارف هتوصل لإيه.